الانطوائية في الجزائر، نعم الانطوائية في الجزائر، علاه؟ باسكو الانطوائية في الجزائر مش هي نفس الانطوائية اللي تلقاها عند الغرب، مش هي نفس الانطوائية اللي تكون عند الشرق الأوسط مثلا، علاه؟ باسكو ما عندهمش نفس الخصائص النفسية. والإنسان الجزائري توارث من عند الأجداد تاعو اللي كانوا عايشين بواحد الطرق اجتماعية، القبيلة، الأب الجد الأكبر يعيش مع العائلة، بن عمي بن خالي كذا منا، يعني هذيك العصبية تاع ابن خلدون. إذا الجزائري بطبيعته هو إنسان اجتماعي، والخصائص اللي توارثناها من عند الأجداد هي خصائص اجتماعية. ولكن كيفاش نقولوا اليوم الإنسان الجزائري انطوائي؟ يعني هذه الفكرة ديما دارت لي واحد الذبانه في راسي، حتى وصلت لواحد القناعه بانه فكره الانطوائيه هذه واحد الفكره ممكن تكون هي كيما حكايه سترونغ انديبندنت وومن. علاه؟ باسكو المراه حبوها تخرج تخدم، والقالب اللي داروه ولا الفكره اللي داروها باش تخرج تخدم هذيك المراه وتخلص الضرائب للراسماليه وللشركات ورئيس العمل والمدراء. وش هو القالب؟ اخرجي انت حره، انت مستقله، انديبندنت ستروك ومن الى اخره. علاه ماهيش نفس الفكره داروها للانطوائي؟ علاه ماهيش الانطوائيه ثاني كيما حكايه انديبندنت ستروك ومن؟ انت انسان انطوائي، انت واحد الانسان ذكي، انت انسان ما تخدمش، انت انسان ما تخلطش في الناس، انت انسان منعزل، انت كذا انت كذا. واكبر دليل شفت الفيديو تاع دوبامين كافين يحكي على ميزه الانطوائي. لو كان تروح تشوف هذاك الفيديو فيه واحد التناقض غبي جدا، يعني اي انسان قادر يشوفه. كاع على كتاب اسمه ميزه الانطوائي. ميزه الانطوائي واش هي؟ على حسابه واش يقول؟ انه يكون رجل مبيعات ويعرف وكذا منه، وبعد يوري له كيف يولي مع الناس. يعني هذا الكتاب اللي يحكي عليه دوبامين كافين، يعني انت الانطوائي راك حابه يكون اكسترافيرت، راك حابه يكون اجتماعي انت واش راك حابه يكون؟ يعني اجتماعي في المبيعات فقط، اما الحوايج الاخرى ماذا به يقعد وحده. يعني لو كان تقرا على الانطوائي هذاك فكان في القرن العشرين مثلا الراسماليه كانت تهمش هذا الانسان الانطوائي. علاه؟ باسكو الانسان الانطوائي بالنسبه للراسماليه في ذلك الوقت كان واحد الانسان ما يحتاجوش، كان واحد الانسان اللي يوصفوه بالعيوب. انت واحد الانسان غبي، انت واحد الانسان ما درناش، لازم تكون واحد الانسان منفتح، لازم تكون اجتماعي، لازم تهضر مع الناس، لازم دير هذه. ولكن حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي والكتب الغربيه اللي يديروا عليها واحد الاسقاطات على المجتمعات العربيه من دون دراسه من دون تفكير، الان واش راها دير؟ تشكر الانسان الانطوائي. علاه؟ باسكو الانسان الانطوائي يقعد في دارهم، والانسان الانطوائي نهار كامل مقابل التليفون. باسكو الانسان اللي يكون اجتماعي في الوقت هذا تاع الرقمنه والبيانات والى اخره، الانسان الاجتماعي ما يكونش هو الزبون الجيد بالنسبه للراسماليه. علاه؟ باسكو الانسان الاجتماعي يخرج مع اصحابه ويقصر يلعب، يعني ما يقعدش في دارهم نهار كامل مقابل البيسي، ولا نهار كامل هو يلعب، ولا نهار كامل هو يكونسومي في السيريات والانيم والى اخره. انت كتفرج الانيم وتضيع وقتك في هذيك المنصه وهذيك المنصه هذيك المنصه، هنا راك تخدم نوعا من انواع خدمه الراسماليه. ولا فاهم؟ يعني الراسماليه الحاليه في وقت البيانات ولا التكنولوجي والاي اي والذكاء الاصطناعي ما تحتاج الانسان اللي يكون يخرج لبرا ويقصر مع اصحابه، تحتاج الانسان اللي يقعد في دارهم ويكون انطوائي. على ذيك مؤخرا وصلت لواحد القناعه بان الراسماليه تبث الافكار تاعها، تبث الكتب تاعها من خلال صناع المحتوى الى اخره، تقول لك الانسان الانطوائي هو واحد الانسان ذكي، واحد الانسان خارق للعاده، هو واحد الانسان كذا، وخاصك تستغل تاعك، وخاصك دير هذه وخاصك دير هذه. على ذيك فكره الانطوائيه تحسها واحد الفكره مميزه في لي ريزو سوسيو، تحس باللي الانسان الانطوائي واحد الانسان ذكي، واحد الانسان كاريزما، واحد الانسان يعني يحبه البنات، يحبه كذا منه. كي دير هذه الفكره في راسك وتروح تشوف الفيديوهات اللي يحكوا على الانطوائيه، واي واحد يحكي على الانطوائيه راح تفهم بانه احبس بالك راك تقيد فيا باش نولي انطوائي، باش في التالي نخرج واحد الانسان قاعد في الدار ونكونسومي لا تكنولوجي، ولا نكون مبيعات. يعني واحد الانسان يقعد في البيرو نهار كامل وهو يخدم، يعني يقدر يصبر لهذيك الحياه. لو كان تروح تشوف الفيديو تاع دوبامين كافين يحكي على ميزه الانسان الانطوائي، تلقى واحد الانسان واش دخل هذه في هذه، وكيفاش الانسان الانطوائي رديت واحد الانسان مميز باش يخرج يخدم وعنده مبيعات. واش ما هذا صح؟ واكبر دليل صديقي العسل مؤخرا رانا نسمعوا وبكثره الشباب تقول لك يا ودي بنادم يعيي، ما قدرتش للناس، انا حاب نريح وحدي، المجتمع ضعيف. يعني هو صح المجتمع يعيي، ولكن هذا لا تدعه يقودك الى الانعزال، لان الانعزال تجعلك فريسه يا صاحبي. يعني هنا يجيك الشك في مصطلح الانطوائيه. باختصار الانسان الانطوائي اللي يكون قاعد في داره ويخدم هو الفريسه السهله للراسماليه الحاليه. ولكن كاين واحد المشكل بالنسبه للراسماليه، واش هو؟ العرب ما تربوش على فكره الانطوائيه والعزله والى اخره. يعني اغلب العرب ما همش انطوائيين، اغلب العرب هم اجتماعيين. جينا من وقت قريش والرسول عليه الصلاه والسلام حتى وقتنا هذا ما كانش الانسان العربي ماهوش انسان انطوائي، يعني انسان اجتماعي بطبعه. والانسان بطبعه اصلا هو واحد الكائن اجتماعي، فاهم؟ ما يقدرش يقعد وحده. وهنا واش يديروا؟ يقومون باعاده هويه الانسان من انسان اجتماعي في الاصل الى انسان انطوائي. علاه؟ باش يستفيدوا اكثر. هنا جاني الشك، كيفاش راح يتعاملوا الراسماليه مع هذه الكائنات الاجتماعيه؟ كي نقول لك هذه الفكره راه مش معناتها يستهدفوا في العرب ولا يستهدفوا في الاسلام ولا يستهدفوا في المسلمين، لا هما اصلا كيمشوا بهذه الافكار، ولا كيما قلت لك الاقتصاد هو اللي يتحكم في الافكار. ماذا به من جو هذه الافكار باش يخرج الانسان الاوروبي ولا الانسان الغربي يكون واحد الانسان ماشينه يخدم من هذه لهذه، يكون واحد الانسان اله، المهم يخلص الضرائب والاقتصاد يرتفع والدراهم تجي والى صح. كيفاش يفرضوا على الانسان الانطوائيه؟ واش يديروا التكنيك؟ يعني مثلا يخلقوا واحد الجيل اللي يكون يعاني من الهشاشه النفسيه، والانسان اللي يعاني من الهشاشه النفسيه في الدول المتخلفه مثلا
يكون عنده اصطدام مع المجتمع. كي نقول لك المجتمع نقصد في الافكار اللي يمشي بها المجتمع، يعني يصير لك صدام مع اصحابك، يصير لك مع الخدمه، في اي بلاصه يصير لك واحد الصدام ياخذك الى الانعزال وحيدا. واعاده التشكيل راه ما تكونش في الاجداد، اعاده التشكيل راه تكون في الشباب، في الجينيراسيون الجديده، والجينيراسيون الجديده كي تطلع على العزله والى اخره. المستفيد الاول من هو الراسماليه. صح، هنا خصنا نعرفوا كيف يتشكل او يتم اعاده تشكيل الانسان. اصل كان اجتماعي يولي واحد الانسان انطوائي. اول حاجه خصك تفهمها بانه الانسان الحاجه اللي تخليه انطوائي، يعني كشاب جزائري في عمر 25 عام 20 عام 30 عام، الحاجه اللي تخليه انطوائي هما اللي كان يصراو له في حياته، المشاكل، يدوس مع مدامته، يدوس مع صاحبته خطيبته، يدوس مع اصحابه الى اخره. وهذا الاحتكاك اللي يكون مع الناس اللي قراب ليك تكون لهم بعض المشاعر، بعض العاطفه، بعض الفيلينغز كذا من هذوك الصوالح، ولكن فاش يصدموك بالافكار تاعهم ولا يخونوك ولا يديروا لك شعفسه، هنا راح تصدم نفسيا مشاعريا عاطفيا، تفقد التعاطف والى اخره. وهنا خصنا نفهموا العاطفه ولا التعاطف وش هو باختصار شديد. العاطفه ولا التعاطف هو انك انت تحس روحك في بلاصه الانسان الاخر وتحط روحك في بلاصته وتحس كما هو يحس وتفهمه، هذا ما يسمى بالتعاطف. كاين واحد الفكره تمشي مع التعاطف وهو الاحكام المسبقه، يعني كلما زادت العاطفه قلت الاحكام المسبقه، وكلما زادت الاحكام المسبقه قلت العاطفه. يعني مثلا ببساطه انت كي تكون تمشي في الشارع وتشوف الناس، هذاك بولحيه، هذاك لابس لاكوس، هذاك انجليزي، هذاك لابس اوفر سايز، هذاك بين جماعه العميقين وهذاك جماعه العميقيين ولا شو يقولوا لهم نسيتهم، جماعه العمق، جماعه الاوتاكو، جماعه كذا. هذه تسمى الاحكام المسبقه. انت هذاك الانسان بولحيه راك حكمت عليه باللي انسان بولحيه ودين والى اخره، ولكن قادر تروح ليه ما تلقاش انسان دين، هو داير اللحيه برك. كيما قادر تلقى واحد خونا لابس لاكوست ولكن هو ماهوش مافيا. انا شحال من خطره ندير فيديو بالفيست تاع لاكوست ونورمال، الحمد لله ماني مافيا، ما ندير ذوك صوالح والحمد لله يا ربي. هذه الافكار تسمى الاحكام المسبقه. درك هذه الافكار المسبقه منين تجي؟ بما انه تكون تمشي في الشارع انت ما تقدرش تتعاطف مع كاع الناس، ما تقدرش تفهم هذا وتعاطف مع هذا وتمشي مع هذا، واللي يجي عاقب عليك تتعاطف معاه واللي يجي عاقب عليك تفهمه، مستحيل. العقل البشري مستحيل يدير هذه الحاجه، والعقل البشري مديزايني اصلا باش يخليك تكون واحد الانسان انت مرتاح. اوتوماتيك موش يدير عقلك يشوف واحد خونا بولحيه راح يلخص هذاك خونا بولحيه قاعدين في كلمه واحده، واذا شفت خونا هذاك اللي لابس كوستيم راح تلخص كاع خونا هذاك اللي لابس كوستيم في كلمه واحده. وهذه الفكره اذا ما نسيتهاش وما خانتنيش الذاكره تسمى تحيز الهاله، يعني بنادم باكمله تلخصه في كلمه واحده، وهذه تسمى الاحكام المسبقه. صح، الاحكام المسبقه الديفو تاعها واش هو؟ يعني مثلا انت تمشي في الشارع وشفت واحده اختنا لابسه الميني مثلا، مش جا هذا ليكزامبل في راسي، المهم لابسه واحد اللباس غير محتشم. انت كي شفت هذيك الطفله لابسه اللباس الغير محتشم ومن بعد شفتها من خلال هذيك اللباس الغير محتشم دارت واحد الجاست ماهيش مليحه، هذيك الجاست اللي ماهيش مليحه اي جاست دارتها ماهيش مليحه وانت شفتها وما عجبتكش، اوتوماتيك مو عقلك راح يقارديها عنده. وفاش تشوف فيما بعد طفله لابسه نفس اللباس الغير محتشم واش راح تقول على الطفله؟ هذه باينه كيما هذيك الاولى اللي درتها. هنا واش راك درت؟ توقعت سلوكيات هذه الطفله من خلال واش؟ من خلال حكمك السابق على تلك الطفله اللي كانت لابسه نفس اللباس هذه خوتنا. يعني الفكره اللي حبيت نلحقها لك، العباد اللي راك تشوف فيهم في حياتك راك تشوف فيهم من خلال مكتسباتك القبليه. يعني فاش تشوف خونا لابس لاكوست اوتوماتيك ما تقول عليه انسان سراق الى اخره، باسكو انت شفت قبله واحد الانسان لابس لاكوست وشفتو باللي انسان سراق. يعني هذا اكزامبل برك. انا تحيه لجميع لاكوست، جماعه بولحيه، جماعه النساء، انا واحد الانسان حيادي هنا في هذا الفيديو. احبس اسلام واش دخلنا في العاطفه لاكوست لاريني، احنا نحكوا على الانطوائيه، جيب لي لاكوست ولاريني احكام مسبقه هكذا. شوف تبع الفيديو تفهم صاحبي، انا راديكالي في تغيير الاشياء، انا نجيبها من الجذر ونقلعها فاهم. وهنا لو كان نطرح عليك سؤال، كيفاش انت تكون العلاقات في حياتك؟ راح تلقى روح تكونها من خلال الاحكام المسبقه، وماكش عارف اصلا هذه الاحكام المسبقه صحيحه ولا غلطه. يعني مثلا تلاقى مع واحد البنادم يبان لك ارتيست كذا منه ظاهريا شكليا تقصر معاه يعجبك، ومن بعد تبقى تسقسي عليه تقرب ليه يحكي لك تحكي له، ومن بعد يبريزيك انت ما تفهم والو صاحبي. واش بيه هذا البنادم يتصرف كيما هذا البنادم نحسبه مليح، هذا البنادم كذا. هذه كلمه نحسبه مليح هي اول جدار في الانعزال عن المجتمع. ومن بعد مثلا ندير علاقه معك اش طفله كذا من خلال ثاني الاحكام المسبقه والعاطفه والغريزه وشحال من حاجه، بعد فجاه تبريزيك بخيانه صاحبي. يجيك صاحبك يحكي لك يقول لك اسمع هذيك الطفله اللي لقيتها تخرج مع ذاك السيد كذا، تبقى مبريزي انت مشوكي، تدخل في واحد ديبرسيون، لا مش كيما تدوس معاه تخلطها. وهذه الفكره اغلب شباب الجزائري فات عليها فاهم. كاع ما تقوليش ما فاتش عليا، ما حسيتش بالخيانه، ما بريزانيش واحد، ما دارليش هذه ما كذا. فاش تبريزيك هذيك الطفله ولا يبريزيك صاحبك ولا تبريزيك اي حاجه، تبني هذاك الجدار بينك وبين المجتمع، يعني تدخل في واحد ديبرسيون بطبيعه الحال. علاه داروا لي هاك وشافوا لي هاك، يا ودي البنادم ماذا يعيي، البنادم درح، انا نقعد وحدي، الانطوائيه لوطاكو، نتفرج، خطيني من المجتمع، خطيني من الناس، كرهت الناس وكرهت كذا، وخطيني من المقارنات. يعني ما تخلكش في فكره المقارنات انك انت تقارن في روحك بانسان واحد اخر وهذاك الانسان يكون ناجح وانت تكون واحد الانسان فاشل، تزيد تبرك عليك الانطوائيه. وهنا راني مديت لك اكزامبل صغير، قام طفله خيانه حوايج خفيفه فهمت. تخيل تصرى لك في دراهم ولا تصرى لك. شوف هنا خصك تركز معايا مليح، اي انسان تلقاه يشكي من واحد الحاجه
حاجه، هذاك يعني بالمطلق انه كان يستنى في حاجه مقابله وما جاتوش. كان يتوقع من الناس تعاملوا مليح وما عاملوش مليح، كان يتوقع من الناس تعاملوا باحترام وما عاملوش باحترام. والاحترام مش هو الاحترام العام، لا الاحترام اللي هو يشوفه احترام. وعاده الانسان يكون عنده الايجو طالع، يعني كي يدير له واحد جسمه مش مليحه والايجو تاعو يكون طالع ويتوقع من الناس تعاملوا بهذه الطريقه وما يعاملوش بهذيك الطريقه اللي راه دايرها هو في باله، يلتجئ الى الانطوائيه. انا ما عنديش مع الناس، انا خلاص طلق حكايتي كذا. وشوف، وهنا كاين واحد الفكره خصك تركز معها ثاني. الانسان اللي يكون هو في الاصل اجتماعي بطبعه كيروح للانطوائي واش يصرى يقول لي هو انسان اجتماعي ويحط فوقه الانطوائيه، وهذا الانسان يتضر اكثر من الانسان اللي يكون انطوائي من عندهم. هذاك الانسان المتوحد والله انطوائي، يعني في الاوريجينال تاعو انطوائي، ويزيد يحقد على الناس ويزيد يبعد على الناس. علاه؟ بسبب انه هو كان يتوقع من الناس تعاملوا بهذه الطريقه بسبب الاحكام المسبقه وما عاملوش. وهنا اي انسان فرضت عليه الانطوائيه سأسألك سؤال مباشر ديريكت: انت بعدت على الناس باسكو الناس، ولا بعدت على الناس بسبب ذلك الالم اللي كنت تحس به؟ اذا كان الالم فالحل ليس الابتعاد، فالحل هو ان تتقرب من الناس بطريقه مختلفه، يعني تبني واحد الذكاء عاطفي اللي تحمي روحك انت من الداخل، وبحيث انك ما تبنيش هذاك الجدار اللي يعزلك على المجتمع. هنا خصنا نشرحوا ولا نفهموا الكونسيبت تاع العلاقات كيف يمشي. يعني منين داك تلاقى مع واحد البنادم تحس روحك تعرفوا تريح مع زوج دقائق تحس روحك تعرفوا عندك شحال صعب، ومنين داك تلاقى مع واحد البنادم ولا تعرف بنادم هذه اشهر ولكن تحسوا بعيد عليك، تحسوش قريب ليك، ما تحسوش يمثلك، ما تحسوش. هذا الكونسيبت تاع العلاقات خصنا نفهموه في فيديو اخر باش ما يجيش الفيديو طويل شويه، فاهم؟ المهم صح، واش قلنا على الانسان كي يدخل في علاقات ويصرى له يبريزو كذا منه يلجا الى الانطوائيه بطبيعه الحال. في ذيك لو مومون اللي يلجا الى الانطوائيه ويزيد يحقد على روحه باسكو هو انسان اجتماعي وتفرض عليه الانطوائيه، في هذيك الدقيقه يكون في واحد البيئه خصبه باش يتقبل هذوك الافكار اللي يجوا من الراسماليين وهذيك الافكار الغربيه ولا الكتب الغربيه. بعد على الناس ما تفهمكش، انت واحد الانسان كاريزما هما ما يفهموكش. الانطوائي هو واحد الانسان ذكي وانت واحد الانسان عبقري وانت تفهم الناس والناس ما يفهموكش، وهنا تبقى تبدل في روحك من انسان اجتماعي الى انسان انطوائي. وهنا واش يصير لك صديقي العسل كما قلنا في الاول؟ اعاده هيكله او اعاده تشكيل الانسان او هويه الانسان من انسان اجتماعي الى انسان انطوائي. وهنا صديقي العسل بشوش الجميل تبقى تقنع روحك باللي انت واحد الانسان انطوائي. انا شخصيا نعرف شحال من بنادم وباين باللي هذاك الانسان اجتماعي قصر، ولكن كي تدخل معاه في سوجي تاع اكسترافيرت انترافيرت يقول لك انا انترافيرت، لا مانيش انا انطوائي، انا مش خلط في الناس. يعني ولا الانسان اللي ما يشتيش يخلط في الناس كانه واحد الحاجه اونيك. علاه؟ باسكو لو كنشوف عقول الشباب حاليا كاين واحد العامل مشترك اللي هي كاين واحد الصوره نمطيه بانه الانسان اللي يكون كاريزما هو واحد الانسان اللي ما يهضرش مع الناس ياسر، اللي بعد على الناس، اللي انطوائي، اللي يقعد مع روحه، اللي كذا. منين جات هذه الافكار؟ جات من لي ريزو سوسيو. يعني هذه تسمى بتشكيل الرموز، فاهم؟ يعني تشكل واحد الرمز وانت دائما في حياتك حاب تكون واحد الكاركتير اللي انت ماكش هو. وهذه الفكره انا ما نقولش سلبيه 100%، قد تكون فيها بعض الايجابيات ولكن سلبياتها اكثر من ايجابياتها صاحبي. تلقى روحك عايش واحد الصراعات نفسيه قهاكه صاحبي، وتولي واحد الانسان تمشي بواحد الماسك اللي ماهوش انت، واي حاجه تصرى لك على اساس انك انت انسان انطوائي فتنجرح كانك انسان اجتماعي. الطبقه المتوسطه في المجتمع انه يعيش بعقليه الانسان الكاريزما والى اخره وتسنى ينجح في حياته، فمستبعده جدا صاحبي، فاهم؟ لازم تكون حقيقي وهتطلعش تنجح. كيفاش انت تتبنى واحد الكاركتر مزيف وراك حاب تنجح من خلال هذاك الكاركتر المزيف؟ انت اصلا راك تبذل في واحد الجهد كبير باش تولي هذاك الكاركتر المزيف، فاهم؟ بون انا نقول لك مزيف باسكو نشوف بعض الافكار هما اللي فرضوا عليك هذيك البيرسوناليتي تاع الانطوائيه والى اخره. في التالي صاحبي اسمعني مليح، ما تبداش تصنف في روحك بلي انت انسان اجتماعي، انسان انطوائي، انسان كذا بنا، لا، باسكو هذاك التصنيف في حد ذاته يعطي للالم اسم، وكي تعطي للالم اسم هذه الفكره تريح عقلك، ولكن في نفس الوقت تبني لك واحد الجدار بانك واحد الانسان. انت خلاص حكمت على روحك بلي انسان انطوائي وما تقدرش تتبدل، علاه؟ باسكو انت اصلا وليت تشوف في روحك انسان انطوائي. اول حاجه صديقي العسل الجميل البشوش، لا تصنف نفسك. والحاجه الزوجه خاصك تفرق ما بين الخلوه والوحده. وانا كاين فرق بين الانسان اللي يحب يريح وحده، يعني بوعي، هو يحب يريح وحده، يريح يقرا، يحب مش عارف يطالع، يحب يفكر، يحب يبدع، يحب يدير هذه. وكاين الانسان اللي يحب يكون وحيد وحداني ومنعزل والى اخره باسكو يشعر بواحد الخيبه امل من المجتمع والى. وهذه الفكره ماهيش راحه، هذه الفكره سجن مريح. يعني انت في واحد الحبس، في واحد الزنزانه رابط روحك باش تريحك، فاهم؟ لا طلق العينان صح. والحاجه الطروازيه من الانسان الغربي ولا الافكار الغربيه صنعت من الانسان يجري، لم تصنع انسان يعيش اللحظه ويكون واحد الانسان يكتشف ذاته. يعني صنعت واحد الانسان يجري وين يجري مش عارف وين يجري، فاهم؟ يجري وخلاص. والذكاء العاطفي كيما الميسكل، كيما التريسابس بايسابس كذا منه، تطوروا باش تطوروا بالاحتكاك مع الناس. اما اذا كنت واحد الانسان تقعد في داركم وتبقى نهار كامل ما درنا والو بحجه انك واحد الانسان انطوائي وتليميتي روحك في فكره الانسان الانطوائي، انا نشوف في هذه الفكره تظلم في روحك يا صاحبي، فاهم؟ ولذلك انا درت هذا الفيديو دو باس، مانيش حابك تظلم روحك وفيما بعد تكتشف روحك باللي
كنت خاطئ. واهم حاجه صاحبي ما توقعش ديك المعاملات المثاليه، ما توقعش الناس دائما تعاملك بواحد المعامله مثاليه، باسكو كيما انت تتوقع باللي الناس تعاملك معامله مثاليه، الاخر ثاني راه يتوقع باللي الناس تعامل معامله مثاليه، وهنا يصير تضارب في الافكار وتلجا انت الى الانطوائيه، ومن بعد تولي تشوف في روحك واحد الايجو، تشوف في روحك الناس ما تفهمنيش، انا نفهم روحي، انا الناس عاود بنادم يعيق كذا. علاه؟ لان الاستعلاء ببساطه يريحك اكثر من الاعتراف بالخوف. وكي يجيك هذاك الايجو وتحس روحك انت الفوق، تسقسي روحك واحد السؤال بسيط: واش انا صح نامن باللي انا راني الفوق وهما راهم لتحت، ام هو ما يريحني فقط لكي اتجنب المحاوله؟ المهم صاحبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تخلي رايك في لي كومونتير، سبسكرايب، البارطاج، الدعم، بعث اذا عجبوك الافكار اللي هذا الفيديو، ما تنساش تبارطاجي مع الناس اللي تحسهم انطوائيين، ديرهم كاع صاحبي. المهم بارك الله فيكم خاوتي، نشوفكم في فيديو اخر. سلام.